السلام عليكم يا جماعه. دلوقتي 13 رغيف ب 10 جنيه، عشان انا ليا في التموين ليا نفرين. يعني باخد بنص جنيه، يعني باخد ايه بنص جنيه. فنص جنيه اليوم اللي ما تاخديش فيه او اليوم اللي اخدتي فيه بجنيه مالكيش فيه عيش. طبعا لو 5 تنفار في البيت محتاجين عيش طبعا، فبنضطر نجيب ب 10 جنيه عيش، وهم بيبقوا عباره عن 13 رغيف. ده طول النهار يكفي ايه في الولاد؟ يكفي الولاد طول النهار اكل فطار وغدا وعشاء؟ طب ازاي؟ حد يقول لنا يا جماعه حل، حد يحل لنا المشكله دي. كيلو البانيه ب 120 جنيه، يعني انت عايز تجيب لاسرتك نص كيلو بانيه في الاسبوع. انا مش طالبه حاجه، انا طالبه يوم واحد في الاسبوع ولادي ياكلوا سمك، ياكلوا حته فرخه يوم واحد في الاسبوع، مش طالبه كل يوم. في الاخر قال لك لا، احنا انت اي حد دلوقتي بيطلع يعارض، او انا مش بعارض، انا يا جماعه عايزه حل، عايزه اولادي ياكلوا، عايزه كل اسبوع الحياه تبقى مستقره، عايزه حياتنا تبقى الحمد لله كلنا حامدين وشاكرينه، وستات كتير شاطره وبتعرف تدبر. النهارده ملوخيه، النهارده رز، النهارده كوسه ورز. الكيلو الرز ب20 والكوسه ب15، يعني يخش لك كده ب 50 جنيه اكله اردحي بدون اي حاجه. احنا ملناش علاقه بتركيا، ملناش علاقه بالاخوان، ملناش علاقه بحاجه. انا عايزه اولادي يعيشوا عيشه كريمه. فين المشكله هنا؟ انا من حقي اعرف. طلعته بردك ترند رجول الفراخ. رجل الفراخ كان الكيلو ب 10 جنيه، دلوقتي الكيلو ب 20. الجناحه بكام يا جماعه؟ بكام يا جماعه؟ الكيلو ب 25 والى 30، الى 30. طب حضرتك واجيب كيس مكرونه ب 15 في ب6 وفي ب7، بس مش في مش موجوده دلوقتي، يعني ام 6 و7 مش موجوده دلوقتي، في ام 15 الزامي، يعني يخش لك في 50 جنيه اكله. ما دفع يعني ما ارداحي. احنا نعمل ايه؟ احنا ولادنا يعني بتوع يعني ايه، انا مش عارفه، انا بجد والله العظيم مش عارفه اجمع. يعني ولادنا مش هيعرفوا ياكلوا. مهما اشتغلت شغله واتنين وتلاته مش هتقدر تكفي طلبات بيتك. الراجل اللي بيشقى وبيشتغل شغله واتنين وتلاته عشان يكفي طلبات بيته ومش قادر في عز الغلاء اللي احنا فيه. الزوجه بتبقى شغاله بردك شغله واتنين او شغله، وتيجي تشوف طلبات بيتها بردك مش. الدور عليك انت كاعلامي محترم بقالك سنين بتشتغل في بلدك، ومصر بتديك اكتر ما بتدي لاي مواطن عادي. من حق مصر عليك ان انت توقفها على رجلك. القروض اللي احنا بناخدوها دي من حق الله اكبر الله اعظم. هكمل بعد الصلاة.